ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. جربتي تعملي البدنجان بالطريقة ديت؟ وصفة سهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت، وتفتح نفسك بقى كده على الأكل، جنب بقى الطعمية والفول، وتتعمل سندوتشات كده، وعليها بقى كده البيض المسلوق، حاجة كده تفتح النفس. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا جبنا البدنجان بتاعنا وغسلناه وشلنا القمع بتاعه، وحطيناه بقى كده في اي وعاء عندك، ونشفناه طبعا من المية اللي هو فيه. بعد كده هنجيب بقى كده راس توم كده محترمة، وننزل عليها بشوية ملح ومعلقة من هريسة الشطة، ولا اكتر ولا اقل، ولا كمون بقى ولا كزبرة ولا اي حاجة. هنعصر بقى عليها كده نص ليمونة، يعني طلعنا كده التومة من الهون وعصرنا عليها نص ليمونة، ونقلبها كده مع بعضها. ونيجي بقى كده على البدنجان بتاعنا، زي ما انتوا شايفيني كده في الفيديو، افتح القلب بتاعه بالسكينة، واحشي بقى كده من التومة اللي احنا دقناها، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. والبدنجان بتاعنا كده طازة كده وفريش، وقلبه ابيض كده وزي العسل. وكمان ايه، بيفتح النفس جنب الاكل. طريقة جميلة، وان شاء الله تجربيها وهتدعيلي. بدل ما تسلقي بقى وتقلي ويشرب زيوت منك ولا اي حاجة. طريقة جميلة وسهلة. وبرضو المقلي والمسلوق برضو بنعمله، وبيبقى له احتياجاته في البيت. كل أكلة وبتتطلب ايه الحاجة جنبها. يعني البدنجان المسلوق بعمله على طول جنب الكشري ايه، الأصفر أو الكشري الأسكندراني، مع البيض المسلوق والبطاطس المحمرة. اما صينيه البدنجان ديت بعملها جنب بقى التحابيش، فول وطعميه، بطاطس محمرة، حاجة مقلية يعني زي قرنبيط، زي أي حاجة تعملها، صينية بطاطس بالتومية أو بالتوم، زي أنا برضو كنت عاملاها معاكم قبل كده، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. طب بعد ما حشينا البدنجان ورصيناه في الصينية، جبنا كده طماطمتين وقطعناهم كده صغير مكان التوم ما دقناه، عشان تاخد كده تطعيمة التوم. بعد كده جبت قرن فلفل رومي او وقرن فلفل برضو طويل اللي عندك يسد، وقطعته كده على البدنجان. وبعد كده ما قطعت الطماطم مكان التوم، دعكتها بقى كده بايدي شوية، وخدتها كده ونزلت بيها على وش البدنجان برضو. بعد كده حطيت في الهون مكان التوم والطماطم شوية مية كده صغيرين، وسقسقتهم كده في جوانب صينية البدنجان. بعد كده بقى رشة من الزيت كده حلو. وبعدين هاخد الصينية كده على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، الأول على نار عالية. بعد كده ما تغلي أهد عليها النار. لما هديت عليها النار، بصوا كده اتسبكت وبقت قمر ازاي، وكده مستوية وعشر على عشر. بعد كده هاخدها على الشواية البوتاجاز، تاخد بقى كده الوش المحمر. ولما تطلع اعصر عليها كده نص ليمونة، تتشي معاكي كده وتبقى زي العسل. ولما تبرد هعبيها برضو في العلبة بتاعتها، واحطها بقى كده لما تبرد في التلاجة جنب اي اكل بقى، سندوتشات فول، في الفطار، في الغدا، في العشاء، زي الفل وزي العسل.